من ضمن الصفات الواجب توفرها في ريادة الأعمال، ومن أهم الصفات التي يجب أن تتوفر، هي ما تسمى الجدية. يا شباب دائما أقول، لما أقول شباب طبعا أنا أقصد فيها الشابات والشباب، الرجال والنساء. الجدية مطلوبة، الوقت لا يرحم المتساهلين. إنسان متساهل في حياته يمكنها ضحكة زبجة ورقدة، هذا لا تركن عليه خير ولا تركن عليه إقدام ولا تركن عليه إنجاز. لكن الشخص الجدي في تعامله، الجدي في كلامه، الجدي حتى في مزحه، الجدي في تصرفاته، الجدي في إقدامه، الجدي في عمله، الجدي حتى في نومه، هذا الشخص اللي بيتقدم، هذا الشخص اللي بيتقدم في حياته. فدائما إياك أن تأخذ الأمور بتساهل فتندم على كل لحظة فوتها في المستقبل. رواد الأعمال أشخاص جديين، أشخاص رسميين. طبعا أنا لا أتكلم على أنه شخص رسمي واصل، لا، أنا أتكلم عن شخص يعطي لكل شيء حقه، إنسان متزن في أفعاله، أقواله، تصرفاته، سلوكياته وغير ذلك. ومن ضمن الأشياء المهمة جدا من الصفات الواجب توفرها في رواد الأعمال اقتناص الفرص. كيف يا أستاذ اقتناص الفرص؟ أشرحها لك في التسجيل القادم.